السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصدقاء الأوفياء الأعزاء متابعي قناة بودرة النجاح، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. بعد ما شفتوا في القناة تبوريدة في موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم جديدة، وموسم أولاد نجاع بإقليم فقيه بن صالح، وموسم نفاسيس وموسم ولاد عبدون بإقليم خريبكا، غادي نشوفوا اليوم موسم ولاد بوعلي النواجة بإقليم خريبكا أيضا. نتمنى من الله يروقكم وينال الإعجاب ديالكم. للإشارة متابعي الأعزاء وعشاق تبوريدة، كل هذه المواسم راني جمعتهم في قائمة تشغيل أو بلاي ليست وحدة، يمكن لكم تشوفوهم كاملين انطلاقا من الرابط اللي غادي نحطو في صندوق الوصف. اللي بغى يتبع قاع المواسم هذا راه الرابط غادي يلقاوه في صندوق الوصف. دون إطالة متابعي الأعزاء، ندوزو على بركة الله الموسم والأجواء ديالو. هذه الأثناء لازالت الخيول تتوافد على المحرك، إن شاء الله غادي تشوفوا التبوريدة مختلف الأماكن، وهنا تتكون البداية أو الانطلاقة ديال كل صربة، وكما تتشوفوا كل صربة تتاخد الدور ديالها تبع للترتيب، والمنشط أو المذيع ديال الموسم هو اللي كيعيط لكل صربة بالترتيب. وكما كتشوفوا الصربة اللي كاينة على اليسار أو الصربة الأمامية هي اللي غادي تاخد انطلاقة، كتبعها الصربة الثانية وكتبعها الصربة الثالثة. هذه مسألة تنظيم فقط باش تكون الأمور غادة مريقلة ومنظمة. بالنسبة للجهة الأخرى من اللي كيسالي الصربة، كاينة جهة وحدة هي اللي تيخرجوا منها، وانتم غادي تشوفوها إن شاء الله معنا في هذا الفيديو. كما سمعتم متابعي الأعزاء، المنشط أو المذيع عطى الانطلاقة ديال هاد الصربة اللي عطيها رقم 26، وما تشوفوا معنا القرصة ديالهم كي دايرة. ما شفتوا انطلاقة ديال الصربة من اللي بدات دابا هنايا عند المنصة، يعني وصول الصربة والقرصة. دان فرجة ممتعة متابعي الأعزاء. هذه هي المنصة اللي شفتوها قبل قليل، شفتوا التبوريدة كتجينيش هنا، يعني الخيول كتجي فوجك، والآن غادي تشوفوا من هذه الزاوية. هذه فرجة ممتعة. إذا متابعي الأعزاء، بعد ما شفنا يعني تبوريدة تقريبا من مختلف الزوايا، غادي نشوفوا دابا دورة خفيفة على يعني على الصربات كيشدوا النوبة ديالهم، وراها إن شاء الله غادي تشوفوا المكاحل كيفاش كيعمروا بالبارود. إذا كما وعدتكم متابعي الكرام، نتوما كما كتشوفوا بعد ما دار البارود في المكحلة،
تيبدا المرحله الاولى كيدك وعادة ياخد يعني كاين جوج ديال المراحل، كاين 3 ديال المراحل عفوا. تيبدا المرحله الاولى يدير البارود في الكحله، انتم غادي تشوفوا هذه المرحله الثانيه والثالثه. دونك هنايا ديال المرحله الثانيه تيدك المرحله الاولى يعني كيدك غير بطريقه خفيفه، ومن بعد تيحيد هذاك القطيب وتيجيب قطيب اخر وتيدك بطريقه اخرى. ها هو حيد الثاني. دونك تيبدا بهذا وتتشوفوا الطريقه كيفاش كيخبط باش البارود كيتجمع مزيان، وملي كتجي الضربه كتسمع ضربه نيت يعني بصوت كما كسمعتو يعني في مام كحله وحده. صراحه الصوت ديالها ما تيكونش يعني شي ضربه مجهده، ولكن انسجام يعني الفرسان وتجي ضربه وحده كيكون واحد الصوت هائل ورائع. يعني الا كان تنسيق كلي بين يعني الفرسان وجات ضربه وحده كتسمى هذيك الضربه كتسمى الماصه. متابعي الاعزاء، نتوما كتشوفوا هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك تشجيعا للمجهودات اللي تنقوموا بها، وايضا رايكم في هذا الفيديو ومقترحاتكم بوضع تعليق. اما بالنسبه للمشاهدين اللي اول مره تيشوفوا هذه القناه، الى عجبكم المحتوى ديروا اشتراك وفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم الجديد. نخليكم تستمتعوا مع الفيديو ورجع لكم مع اقتراب نهايه الفيديو. فرجه ممتعه متابعي الاعزاء. يلا ايوا العلام بركات عثمان، شكرا. غنمشيو 19 مواليه وغناديو على رقم 19 رافي كبير. رافي كبير ولا تعاوني. الشاحنه يلا السيفون تم المحرك يلا بسرعه تولى المحرك. غادي نمشيو للتربه المواليه وغادي نناديو على الغرافي الكبير. لا تعاوني لا لا ماشي لايف، لا. مرحبا خويا، مشرف جهه الدار البيضاء وشرفنا هاد الناس، قالوا لنا شي عندنا شي لعبنا شرفناهم جماعات اولاد بوعلي النواجه. مرحبا بك اخويا، مرحبا بك. الله بخير. انا مسلم للرجال البلاد، مسلمين للمواليه. بارك الله فيك، شكرا لك اخويا، شكرا. في هذا المهرجان بهذا المقدمين الاداء عجبني حتى الجمهور حتى هو منظم. شكرا. درنا التربه اللي امامنا كتحمل. ورجعت لكم أصدقائي ومتابعي الأعزاء الأوفياء، وبهذا يكون قد أشرفنا على نهاية هذه الجولة أو الفلوق في موسم ولاد بوعلي النواجه. راجين من الله عز وجل أن ينال إعجابكم. نتمنى أنكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل أكبر عدد من عشاق تبوريدة. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.